السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين سلطة الرنجة دي او الرنجة المطبوخة؟ طريقة سهلة وبسيطة وطعمها حكاية، وهتعمليها في دقايق. جميلة جدا. تعالى اقولك انا بعملها ازاي. جبت معايا دي رنجاية مقطعاها مكعبات صغيرة كده، يعني تقطيع او تقطيع عشوائي، التقطيع اللي انت تحبيه. معايا دي بقى بصلاية مقطعاها مكعبات، ومعايا فلفل، عندك فلفل احمر، فلفل الوان برضو ينفع، حطي كل اللي عندك. معايا طماطمايه مكعبات، ومعايا ليمون. تعالوا بقى نشتغل على طول. جبت المقلة بتاعتي او الصينية، حطي فيها معلقتين من الزيت. هبدأ انزل بالبصل. اول ما انزل بالبصل كده هسيبه لحد ما الزيت يسخن عليه، وانا مش عايزاه يدبل، يا دوبك بس ايه يتشوح مع الزيت تشويحة صغيرة. مش عايزاه يدبل خالص، انا عايزة الخضار بتاعي مصحصح كده وجميل، من البصل لحد الطماطم. هقعد بقى اشوح فيها كده يا دوبك حاجة بسيطة. واول ما تتشوح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا اجيب الفلفل بتاعي مقطعاه شرايح. وزي ما قلتلك، لو عندك فلفل الوان ضيفي فلفل الوان، هيبقى طعمه جميل. حطيت بقى قرنين من الشطة على قرن فلفل، وديتهم برضو تشويحة صغيرة. هفضل اشوح فيهم لحد برضو ما يتشوحوا كده، ايه، حاجة بسيطة خالص. شوحتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده، خلاص كنت شوحتها حاجة بسيطة. هجيب بقى الطماطمية بتاعتي مقطعها مكعبات، هنزل بيها على البصل والفلفل بتاعي، وهديلهم ايه برضو تشويحة. هفضل اقلب فيهم كويس جدا لحد ما ايه يتبلوا حاجة بسيطة خالص كده. بصوا الخضار عامل ازاي معايا، زي ما هو ومش مهري ولا اي حاجة. نزلت بملح وفلفل اسمر، واديتهم برضو تقليبة. ده كله في قلب الزيت. هبدأ بقى اجيب الرنجة بتاعتي وانزل بيها على البصل والفلفل والطماطم، وهقلبهم برضو تقليبة مع بعضها. مع الرنجة ديت تحفة وطعمها حكاية بجد، جربوها هتعجبكم جدا. اديتها بقى تقليبة كمان، وابدأ ان انا دوبك تشمي بس النار. انا كده ايه بشوحها كلها مع بعضها. اول ما تشوحها كده مع بعضها، هبدأ ان انا اجيب ليمون، يعني استكبري بقى ليمونتين كده حلوين كبار، وابدأ ان انا اطفي النار واعصر الليمون. كده كانت خلاص بقى، يعني خلاص ان هي ابتدت ان هي خلاص اطفي عليها. بدأت بقى عصرت الليمون. ولو عندك، لو انتي بتحبي طعم الخل، حطي معلقة خل، هتديها طعم برضو. بس انا هنا محطتش خل، انا اكتفيت بس بالليمون بتاعي. حطيت ليمونتين وقلبتها تقليبة وطفيت على طول. طعم الرنجة بقى هنا حكاية. عندك بقى طحينة تقدميها، وعندك طحينة عايزة تضيفي طحينة عليها، حطي طحينة بيضة، هتبقى طعمها احلى واحلى كمان. قدمتها بقى بالشكل دوت. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.